السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أنا قلت يا جماعة إيه، هقول رأيي في الدقيق ده بصراحة، أقسم بالله هقول رأيي بصراحة في الدقيق ده. أنا دايما أروح أجيب دقيق الضحى. ساعات أجيبه ب35، حد بيدوني ب35، وساعات حد يدهوني ب32، وساعات حد بيدهوني ب35 جنيه. تمام تمام. المهم ايه، عملت الاول على يومين بدقيق الضحى. فانا بجيب حاجات من عطار معين كده، فدايما اساله على دقيق الضحى يقول لي ما عنديش. المهم قال لي خدي جربي دقيق الكوثر. جربت الدقيق الكوثر، اقسم بالله انا قلت هقول رايي بصراحه، طلع تحفه. والكيلو بكام؟ ب20 جنيه. امبارح قعد يقنعني، طب خدي جربي، خدي جربي الدقيق. وعلى فكره، اول مره في حياتي استعمل دقيق غير الضحى. تمام تمام. والكيلو ب20 جنيه. يعني انا ما بقتش مصدقه. قلت له لا، انا ما بستعملش الا الضحى في الفطير، في الحاجات دي اللي انا بعملها لازم استعمل الضحى. قال لي بس خدي جربي ده، انت زبونتي وانا ايه مش هغشك. بجد الف شكر للعطار. والكيلو ب20 جنيه الدقيق، وطلع تحفه بسم الله ما شاء الله. وما عدتش هجيب الا فعلا الدقيق الكوثر ده، واوفر بقى ال10 جنيه 15 جنيه. يعني دايما بجيبه كمان ب35، الاغلبيه بجيبه ب35، بس في ماركت مدهوني اللي انا جبته ده واشتغلت بيه من قيمه يومين كان مدهوني ب30 جنيه. وماركت تاني بيدهوني ب35. يحط الكيس كده على المكنه ويقول لي مثلا ب35 ب32. انما الماركت التاني جايبه منه بصراحه من قيمه يومين اللي عملته ب30 جنيه. ده بقى ب20 جنيه كيلو دي الكوثر، وطلع تحفه تحفه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بألف هنا وشفا يا رب لله ياكل. وكل سنه وانتم طيبين، وبعود الايام علينا وعليكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.